بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، عليك أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سلام خياتي حبابي الزينين، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، صحة فطوركم إن شاء الله صمتوا بالصحة والهنا يا ربي. كما راكم تشوفوا جبت لكم اليوم القيمة الباشا أو السيجار، درتهم يكونوا صغار، وانتم إذا حبيتوا طولوهم. هنايا كيما راكم تشوفوا جايين مقرمشين البنات ومعسلين من الداخل، روعة روعة. نروحوا لطريقة المقادير. مقاديرها بسيطة أو غير مكلفة بدون بيض البنات. هنايا رايحين نحطوا في كسرونة. حطيت 2 كؤوس ماء عادي. عندنا هنا 2 كؤوس ماء عادي، 4 ملاعق زيت. كما راكم تشوفوا مقاديرها جد بسيطة وفي متواجدة في كل بيت. هنايا راني حطيت 2 ملاعق عسل، واللي ما عندهاش العسل تقدري تحطي في مكانه السكر عادي، هو من الأحسن ديري العسل باه يجيك بنين أحسن. هنايا البنات بلا ما ننساو قرصة الملح، هنا راني نسيت ما صورتهاش، راه تقطع لي راح لي شوي مقطع من الفيديو، اسمحوا لي. هنايا ضفت لها لافاني وشويه ملح. دايما نديروا الملح في الحلويات باه يعطينا البنانه، يبنن لنا شويه في الحلويات، ما يجيناش صامت. مهما يكون حلو يجينا صامت كي تكون ما فيش الملح دائما، هذه كقاعده. هنايا نجيبوا الفوي ونخلطوها مليح بهذا الشكل حتى يتخلطوا كامل المقادير مع بعض، ونخليها حتى تغلي البنات. كما راكم تشوفوا هي غلات، نفرغ عليها كاس 2 كيسان فرينة ونخلطوا. من الأحسن البنات هنايا يجيبوا ملعقة خشبية وخلطوها أحسن. شوفوا هنا راني ضفت الكاس الثاني، أنا هنايا ضربت بالفوي بصح من بعد ضربت بالملعقة. ومن الأحسن البنات ديروا في كسرونة شوية واسعة، أنا هنايا عذبتني ذيك الكسرونة، درتها في كسرونة متوسطة. نتوما من الأحسن ديروا حاجة كبيرة باه تساعدكم. شوفوا هنا راني جبت الملعقة الخشبية أحسن وأحسن، تساعد أكثر من الفوي البنات. وتبقاي تقلبي حتى تخلطي الفرينة كامل مع الماء والزيت، لازم كامل الفرينة تشرب الماء والزيت، تخلطي البنات مع بعضهم وتنحيهم فوق النار. هنا يعني نحيتها فوق النار، درتها فوق طاولة العمل البنات. شوفوا راهي سخونة هنا البنات، رايحة ندلكها بيدي بشوية، راهي سخونة بصح معليش ندلكوها شوية حتى ما نعجنوهاش، فقط ندلكوها حتى تملسلنا السطح، تكون عجينة ملساء. لازم تكون سخونة البنات، نحتاجوها سخونة ما تكونش باردة باش تساعدنا في العمل والتشكيل. شوفوا هنا راني ندلك فيها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. شوفوا هنا كي راهي ملساء ورطبة، شوفوا خرجت هايلة ما شاء الله. ادلكوا ما تخافوش، دلك خفيف، ماكمش رايحين تدلكوك، ما ندلكوهاش كيما ندلكو العجين، لا لا، ندلكوها شويه برك. هنايا نجيبو كيس بلاستيكي ونغطوها، نخلوها تريح حوالي 5 دقائق فقط. لازم ما تكونش بارده، فقط تكون دافيه، ونخلوها ترتاح باه تساعدنا في التشكيل. صدقوني جاتهم ما شاء الله، جربوها والله ماكم رايحين تندموا من كثر بنتها. راني نشكر فيها ونعاود، عجبتني انايا ما نستغناش على هذه الوصفه وهذه الطريقه هكذا بلا بيض. اللي ما عندهاش البيض تعرفوا البيض راه غالي وكلش راه غالي. شوفوا هنايا جايب حلواني هنايا تاع السيليكون، بصح ما ساعدنيش البنات. هنا راني حطيت لكم باه تشوفوا الاخطاء باه ما توقعوش فيها. وجبنا قمع، اي قمع يكون عندكم مسنن. انا هنايا رقم 1. شوفوا شوفوا البنات، شوفوا الخطأ كي تبداي تعبزي فيها يخرج لك القمع. شتو الخطأ وراه؟ شفتوا انا هنا ما حبيتش نحي المقطع باه تشوفوا الاخطاء. هنايا عندكم البنات شوفوا واش نديروا. انا صراحه عذبني القمع، ما حبيت نحيته، درت فقط بيدي احسن، ساعدتني احسن. جبت كيس بلاستيكي ثاني ولكن نفس النتيجه ما ساعدتنيش.
خرجت لي نفس النتيجة. هي من الأحسن يكون الكيس الحلواني أو جيب الحلواني يكون من الكتان أحسن، يساعد الكتان يساعد أحسن من البلاستيك أو السيليكون، أحسن من أحسن البنات. ما تغلطوش غلطي. أنا هنايا ما حبيتش نمحي الفيديو باه نوريكم الأخطاء وتتعلموا من الأخطاء، كاين مرة نتعلموا من أخطائنا. هنايا أنايا درت البنات شوفوا نحيتها كما راكم تشوفوا. تقصيها بالمقص أو بيدك، المهم ومن الأحسن تقصيها بالمقص. شوفي أنا درت 2 وما ساعدتنيش النتيجة، نفس النتيجة خرجت لي البنات. من مجرد تضغطي ينتزع، من مجرد تضغطي. شوفوا كيما راني ضاغطة عليه بصح ما ساعدنيش. أنا هنايا رحت درت الحل الوحيد واللي جاني وساعدني هي ديري باليد، تنحي لابوش، ما تستعمليهش ما تستعمليهش استعملي يدك ولا سمعي ولا تستعملي جيب حلواني آه تاع الكتان أحسن وأحسن يجيك أحسن. شفتوا النتيجة كيف خرجت هايلة ما شاء الله البنات. هنايا شوفوا صراحةً كيفاه يخرج، خرج ما شاء الله. فقط عذّبني جيب الحلواني عذّبني. هنا يعني نقص فيها بالمقص باه تجيني. تحبوا البنات هنا الشكل لكم الاختيار، تحبوا تكبروه، تحبوا ديروهم صغار كيما راني درتهم. شوفوا النتيجة اللي خرجتني وساعدتني هي هذه باليد تاعي كيما باليد فقط. صدقوني ساعدتني باليد أحسن وخير وخير. وجيبي الموس وقطعيه ولا المقص كيما شتيتي، وما نشدوهاش في الوسط، نشدوها من الجوانب من الأحسن. شوفوا بهذا الشكل. ولازم تكون العجينة سخونة ما تكونش باردة، إذا كانت باردة البنات ما تساعدكمش. أنا درت هذه الطريقة وانتم تبعوا الطريقة اللي معتمدينها. أنا فقط أعطيتكم المقادير والكيفية وانتم راكم تبدعوا في الطريقة والتشكيل كما حبيتوا. هنايا شوفوا راني نوري فيكم أنا ساعدتني. وهنايا جاتنا كمية ما شاء الله. هنايا تحضريها لسهرة الرمضانية. تعرفوا في رمضان نحبوا ناكلوا الزلابية والقلب اللوز والمعسلات. هذه كتحلية تجيكم هايلة البنات صراحة. وتقطع لك كمية كبيرة. وثاني تنجمي ديريها في الأيام العادية لوليداتك يفطروا بها، ثاني مناسبة وهايلة وكامل الأولاد يحبوها. شوفوا هنا أنا خرجت لي كمية ما شاء الله، 2 كيسان ما. شوفوا و2 كيسان فرينة شحال خرجت لي كمية ما شاء الله. هنايا البنات نروحو نخلوها ترتاح. أنا هنا خليتها ترتاح حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة. خليتها ترتاح وريحة. نقليها في الزيت يكون ديروا شوية زيت قوي باه يكون غزير كما راكم تشوفوا، يغطي كامل الحبة. شوفوا ولازم يكون الزيت سخون باه ترميهم باه ما يتحلوا لكش. شوفوا الطريقة هايلة وسهلة وبسيطة. هنا بعد ما يتحمروا لك البنات اللون اللي حبيتيه ذهبي او فاتح او غامق لك الاختيار. هنايا انا بعد ما تحمروا لي كما راكم تشوفوا، شوفوا خرجوا ما شاء الله. صدقوني لا رائحة لا بنة، روعة روعة البنات. نتمنى انكم تجربوهم البنات، واذا جربتوهم وعجبتكم الوصفة ما تبخلونيش باللي لايك واللي جيم معكم مع الاصدقاء والاحباب. شوفوا انني هنايا نحيتهم درتهم يكطروا. هنايا جبت العسل. ديروا العسل، انا درتهم صراحة في العسل وكاين اللي يديرهم في الشربات. انا درتهم في العسل. هنايا راهي شوية مخففة. انا هنا العسل خدمته في صنع منزلي البنات وخففته. نتوما حبيتو تشروه شروه. شوفوا انا درت لكم قليت كمية ودرتها مباشرة في العسل. خلوها حوالي دقيقة ونحوها من العسل وتقدميها بالصحة والهنا. وإن شاء الله تنال إعجابكم. وإذا عجبتكم ما تنساوش
تجربوها وتردوا لي في التعليقات. شوفوا خرجت ما شاء الله، شتو اللون لونها ذهبي، روعة روعة البنات. شوف هاني نقرب لكم في الصورة باه تشوفوا النتيجة كيف خرجت. والقرمشة ما نحكي لكمش البنات، قرمشة هايلة البنات، وجات بنينة بنينة أحسن من اللي تشريها من برا. هكذا تخدميها في المنزل، تكوني عارفة وش راه فيها، وتكون نظيفة الخدمة. شوفوا البنات هذه هي النتيجة النهائية. خرجت لي هذه فقط نصف الكمية البنات، ماهيش كاملة. شوفوا نحلكم وحدة، شوفوها من الداخل كيف خرجت روعة. شوفوا ما شاء الله يا البنات، والله صدقوني جربوها بأنفسكم، وانتم راكم رايحين تحكموا بأنفسكم، تشوفوا النتيجة كيف خرجت لي. ما شاء الله شوف، خرجت معسلة حتى للقلب. شوفوا هذه تحليتنا لنهار اليوم. ربي يحلي أيامنا وأيامكم إن شاء الله، ونقول لكم صحة سحوركم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.